السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أصدقاء القناة. بداية الدوري والأسبوع الأول في الدوري ومباراة الأهلي الأولى أمام مودرن سبورت. مع الأسف تعادل 2-2، ومباراة ما كانش حد متوقع ان الأهلي ممكن يتعادل الماتش ده بصراحة. يعني محدش كان ممكن يتعادل ولا حتى يتصور التعادل، ولا حتى لعيبة مودرن نفسهم يعني. بدليل ان هم جم في الاخر خالص وقاعدين بيضيعوا وقت بعد ما الموضوع بتاع التعادل ده حصل. المهم الاهلي تعادل 2-2. هدفين من كرات عرضيه وكرات رأسيه بقدم زيزو، واحده احمد رضا والتانيه مرعي. تشكيل الاهلي في الاول يعني هو عليه علامه استفهام كبيره، وانا مش فاهمها ولغايه دلوقتي مش فاهمها حتى في التغييرات. يعني عدم وجود ديانج في خط النص. يعني انت ماشي، انت غيرت ولعبت وكل حاجه، وجيت غيرت بقى في تشكيله في الشوط الثاني فنزلت كوكا. كوكة ايه اللي يلعب وديانج موجود بره؟ يا جماعه يا جماعه، اقسم بالله اقسم بالله انا ما فاهم انتوا بتفكروا ازاي. انا ما فاهم انتوا بتفكروا ازاي. كوكا ده اصلا من قيمه اسبوع ما كانش هيبقى موجود في النادي، ودماغه كلها في الاحتراف، ودماغه كلها في ان هو هيلعب ولا مش هيلعب، وهيسافر ولا مش هيسافر، هيحترف ولا مش هيحترف. تقوم خليه يلعب ماتش زي ده وديانج ما يلعبش؟ مش عارف. قناعات فنيه، ولكن كتشكيل وكانسجام وكرؤيه وككل حاجه، الاهلي الشوط الاولاني مسيطر على المباراه كلها، الشوط الاولاني كله. ولكن مفيش اي خطوره على المرمى. لا كرات عرضيه اتلعبت صح، ولا فاولات اتشاطت صح، ولا هجمات فرديه. يعني هجمات فرديه مفيش غير هجمه تريزيجيه، الكره اللي شاطها وجت جنب العارضه تقريبا. هي دي الهجمه الوحيده اللي جت للاهلي في الشوط الاولاني، برغم ان هو مستحوذ وماسك الكوره وكل حاجه. ما شفناش شوبير الشوط الاولاني خالص غير في كوره واحده برضو اتلعبت، والولا شاط المهاجم شاطها والكره راحه، وكانت كده كده بره المرمى اصلا بكتير. دول ملخص الشوط الاولاني. الشوط الثاني بقى تحولات غريبه بعد التغييرات، دخلت جول ورجعت تدافع تاني. يعني نرجع لايام كولر تاني، دخلت هدف وبعدين بتدافع. يعني انا مش فاهم في ايه. يعني انت اصلا ماسك كوره ومغير عشان تمسك كوره ودخلت جول، رحت تدافع. ومصطفى شوبير مش عارف، مش شايف وهو بيباصي الكوره، مش شايف وهو بيباصي الكوره اذا كان اللاعب اللي باصي له ممسوك ولا مش ممسوك. يعني انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم. يعني كنا قاعدين بنقول مصطفى شوبير وياخد فرصه، اهو ربنا يستر بيلعب النهارده وهو مش عارف، حاسس بغرور شويتين ثلاثه كده. بصراحه يعني انا حاسس النهارده بيلعب بشويتين ثلاثه. ما علينا. مباراه اولى الاهلي، تعادل 2-2 مع مودرن في بدايه الدوري. هنقول لسه المشوار طويل، لسه المشوار بدري. مش عايزين نعمل زي السنه اللي فاتت ونقعد بقى نحسب في الاواخر كده في اخر 6 ماتشات زي ما كان حاصل. لو كنا تعادلنا الماتش دوت، ولا كنا فزنا الماتش دوت، ولا الماتش دوت كان مش عارف ايه، ولا كنا دخلنا جون زياده والكلام ده كله. احنا لسه في البدايه كده، والمدرب اعتقد انه عمل وديات ولعب ماتشات تخليه حفظ اللعيبه. يعني تخليه حفظ اللعيبه، بدليل النهارده انك طلعت حسين الشحات بره التشكيل، ديانج ما لعبش، بدات باحمد رضا وبدات بن رمضان ونزلت كوكا، وما كنتش بادئ بكريم ورجعت بدات بيه، شايل عمر كمال من التشكيل. فاحنا اول مباراه مفيش مشكله عادي. لا قبل كده كان متعادل مع الاسماعيلي اول ماتش في الدوري، بعد كده مفيش حد. كان تقريبا ده الماتش الوحيد اللي الاهلي تعادله في الدوري، مش عارف 2014 2015 حاجه كده الموسم ده. الماتش ده كان خلص 1-1، وكان برده كان في افتتاحيه الدوري. فمفيش مشكله، افتتاحيه عادي، مفيش مشكله عادي. ولكن الاداء انك تبقى مسيطر ومش عارف تستغل الفرص، لا لا. فان شاء الله خير، والجاي افضل ان شاء الله، والجاي احسن، ودوري ان شاء الله يبقى موفق ويبقى في صالح الاهلي. ولكن مدرب يركز ويركز في التشكيل وفي التغييرات. تصبحوا على خير يا اهلاويه.